بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب في ساعة، ومكتبة الدكتور عبد الحليم محمود، وكتاب عبد الله بن مبارك الإمام الرباني الزاهد. 118 هجري 181 هجري، دار المعارف، القاهرة. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ عن ابن المبارك: والله إني لأحبه وأرجو الخير بحبه، لما منحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. جمع القرن الثاني للهجرة صفوة من خيار المؤمنين الذين كانوا قمة في العلم قمة في الأخلاق، وحدث السنة الشريفة بين مشاربهم ونزعتهم. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الفضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك. جاء رجل فسأله سفيان الثوري عن مسألة، قال له: ما إن أنت؟ قال: من أهل المشرق. قال: وليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال: من هو يا أبا عبد الله؟ قال: عبد الله بن المبارك. وهو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم. وأهل المغرب؟ عن أحمد بن عبدة قال: كان فضيل وسفيان ومشيخة جلوسا في المسجد الحرام، فطلع ابن مبارك من الثانية، فقال سفيان: هذا رجل أهل المشرق. فقال فضيل: هذا رجل أهل المشرق وأهل المغرب وما بينهما. حياة ابن مبارك. ولد عبد الله سنة 18 و100، وولد بمرو المروزي نسبة إلى مرو، وتعلم مرو العلوم الإسلامية ووسائل العلوم الإسلامية. حفظ القرآن وتعلم العربية ونحوها وصرفها وبلاغتها، وتثقف في الفقه والحديث. استمر بمرو إلى أن بلغ 23 من عمره المبارك، وأخذ من العلوم أساسا قويا. قد كان في الكتاب معا يحفظان القرآن. صخر: إذ بخطيب يخطب وقفة ينصتان إلى الخطبة، ولما انتهى الخطيب قال ابن مبارك: لقد حفظتها. ويبدو أن الخطبة كانت طويلة، لذلك أن كلمة ابن مبارك على أنه حفظها أثارت عجب أحد السامعين، فقال كالمتحدي: هاتها. فعادها ابن مبارك حرفا حرفا، وقد هدده أبوه يوما بأن يحرق كتبه، فكانت إجابة ابن مبارك: إن كتبه في صدره، إنه يحفظها. يا أبا الرحمن، هل تحفظ الحديث؟ قال فتغير لونه وقال: ما تحفظت حديثا قط، إنما أخذ الكتاب فأنظر فيه، فما أشتهيه علق بقلبي. فسلم عليه ورحب به. رأيت ابن مبارك بمكة أتى زمزم فاستسقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة، ثم قال لهم: إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شرب ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه العطش القيامة ثم شربه. كان قد جمع بين العلم والزهد، طلب العلم والزهد. تعلمنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. عجبت لطالب العلم كيف تدعوه نفسه إلى محبة الدنيا مع إيماني بما حمل من العلم. أكثركم علما ينبغي أن يكون أشدكم خوفا.
كان ابن مبارك يتاجر، وكان التراب يتحول في يده إلى ذهب كما يقولون في التاجر الناجح. كانت تجارة ابن مبارك نقل البضائع من مكة إلى من مكان إلى مكان، وكان ربحه يأتيه من فرق السعر. وهذا النوع من التجارة يشبه ما نسميه الآن استيراد وتصدير. كان بعض الناس يرى ما يشبه التناقض بين الزهد عند ابن مبارك وعمله في الاستيراد والتصدير. أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا؟ ويرد ابن مبارك على ذلك: رد يا أبا علي، إنما أفعل ذلك أصون به وجهي وأكرم به عرضي وأستعين به على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سرعت إليه حتى أقوم. فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا.